السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل العدس، يعني شفتوا جماله، يعني مناسب جدا مع بصراحة الجو اللي احنا فيه ده، وطريقته جميلة وسهلة. هنجيب طبعا يعني عدس ده نص كيلو. هنحطه في حلة وهنغسله كويس. انا هروح اغسله دلوقتي وارجع تاني. غسلته اهو. بتغسليه كذا مرة لحد تحاولي المية تبقى تبقى صافية، يعني هو يفضل الاول المية بيضة بيضة كده، يعني اغسليه 3 4 5 6 مرات كده عشان ما يبقاش في اي شوائب. وبعدين نحط عليه مية ونجيب بقى بصلاية، طماطماية او طماطمتين، كام فص توم، جزراية يعني. دي طماطم، دول كانوا طماطمتين عندي في الفريزر تلاقيهم عشان كده مبيضين من من النص يعني. حطيتهم. وده كان فص توم وبصلاية حلوة كبيرة كده. وانا حطيت جزر بس انا ما صورتهوش لاني ما افتكرتش غير بعد ما قفلت الكاميرا، فجبت جزرتين حلوين كده رحت مخرطاهم. وده كان برضو قرن فلفل وحتة طماطماية كده كانت اتبقت يعني من اكله، فحطيتهم في كيس في الفريزر. برضو جبتهم حطيتهم زيادة الخير خيرين. زيادة الخير خيرين وبعدين حطيتهم على النار. اتسلق لحد ما ما الجزر يستوي والحاجات اللي فيه تستوي والعدس يستوي. اهو انا بوريكم بالمعلقه ان انا حطيت جزر. وبعدين اللي عنده هاند بلندر هيضربه بالهاند بلندر، ما عندوش هتضربيه في الخلاط وتصفيه. ممكن ما تصفيهوش بس انا يعني شويه اللي طالعين في المصفى دول بيضايقوني، يعني كام بذرة الطماطم كده على كام قشرة كده بيضايقوني، فبصفيهم بصراحة. او انا اتعودت كده، معرفش ماما بتصفيه فانا بصفيه. وبعدين بعد ما صفيناه هنجيب بقى حلة نجيبي فيها معلقة سمنة حلوة كده، وهنجيب شعرية. هنحمر الشعرية. انا بسخن السمنة كويس عشان اول ما احط الشعرية تبتدي تلون، ما تاخدش معايا وقت في التحمير. هنقلب في الشعرية طبعا عشان كلها تاخد لون واحد لحد ما تبقى لونها ذهبي كده وحلو، بس مش ذهبي غامق، ذهبي فاتح اهو كده. وهنجيب بقى العدس نحطه عليه بسم الله. هنحطه عليها وبعدين نبتدي بقى نحط نحط التوابل. انا زودت شوية مية تاني لان هو طبعا لما تبتدي الشعرية تستوي هيتقل يعني، يعني ما تفتكروش هو كده خفيف، لا هيتقل. وهنحط ملح وكمون، كزبرة ناشفة، وعايزة تحطي شوية جنزبيل شوية بابريكا حطي، عايزة تحطي توم باودر بصل باودر التوابل اللي انت عايزاها حطيها، بس الأساس الملح والكمون. وهنسيبها بقى على نار هادية الشعرية تغلي غلوتين كده، ونخلي ايدينا فيه عشان ما تلزقش. وهروح ده عيش ناشف، ده عيش بيتي مخبوز في البيت ومحمصينه. هكسره واجهزه بقى عشان عشان لزوم العدس في الجو الجميل اللي احنا فيه ده. اهو بصوا ده السمك بتاعه ده كده كويس جدا، يعني هو كده مش خفيف ومش تقيل، ده سمكه كده يعني اللهم بارك جميل. اهو خلاص هو كده استوى. بتعرفي ان هو استوى لما الشعرية بتستوي، هي الشعرية طبعا بتستوي على طول، هتاخد لها غلوتين 3 وهتستوي. بس هو كده خلاص استوى لان كل الحاجات التانية اللي فيه مستوية. هتغرفيه بقى في طبق، ممكن تحطي العيش وبعدين تحطيه فوق العيش عشان العيش يطرى وتبقى فتة عدس، وتحطي فوقيه تعملي دقة كده زي دقة الفتة، يعني توم بخل وتحطيها على الوش براحتكم، كل واحد وليه طريقته. انا عن نفسي يعني او احنا بناكلها، في اللي بياكلها يعني عيش ونحط عليه ويبقى فتة، وفي انا بناخده كده في الاطباق، واللي عايز يحط عيش لوحده يحط عشان خاطر العيش ما يطراش والعدس ما يتخنش يعني. اهو بص السمك بتاعه كده اللهم بارك جميل. وطبعا جنبه الليمون والشطة ودفوني بقى يعني قمة الدفا.
واكله مش مكلفه اهو. يعني ايه هنعمل بقى ايه؟ يعني يوم تمشوها، يوم اكله مكلفه ويوم اكله نص مكلفه. اهو هنحط كده طبعا اللي ما عندوش طبعا العيش دوت، العيش السوقي العادي بتكسروه وتحمصوه في الفرن عادي. يعني اوقات برضو ما لو ما فيش العيش ده مش موجود يعني بحمص العيش السوقي العادي. ودي رشة شطة على الوش، عايزين رشة بابريكا، اي حاجة على الوش كده ايه للزينة. اهو بصوا العدس اللهم بارك، جميل جدا في الجو اللي احنا فيه ده. وطبعا يعني قيمته الغذائية عالية، يعني مش مثلا احنا بناكله عشان موفر بس ومش هيفيدنا، لا طبعا قيمته الغذائية يعني عالية الحمد لله. يعني ربنا كرمنا ان في بدائل كتير يعني تبقى في متناول الواحد يعني. هنحط بقى الليمون، طبعا الليمون مع العدس ده ايه قمة الانجاز. يعني انجزت بصراحة، يعني حطت الليمون دي يعني اختراع يا كوتش. بهزر معاكم طبعا، اكيد كلكم بتحطوا ليمون. وطبعا الطبق التاني ده البصل، انا بعشق البصل. طبعا شوية بصل عليهم سنة ملح كده وشوية خل وتدعكيهم وتحطي عليهم شوية خل تاني وشوية مية او بصل اخضر اللي متوفر، واحلى عدس والف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والتعليق، واللي لسه ما اشتركش يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله.